تخيل معايا كده يا صديقي، تبقى شاب فقير وضعيف وحالك يصعب على الكافر، والنبلاء بيعذبوك لحد لما بتموت. ومن هنا ستبدأ حكايتنا. في يوم وليلة يتشقلب حالك وتتولد من جديد في جسم طفل من الأمراء، وتبقى الأقوى على مر تاريخ البشرية. فقبل ما نبدأ يا صديقي، ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعاوز أقولك إن حكايتنا النهاردة غير أي حكاية شفتها أو هتشوفها. حكاية النهاردة أقل ما يقال عنها أسطورية بمعنى الكلمة، فعاوزك تروق لدماغك كده ويلا بينا نبدأ حكايتنا. وفي الوقت ده بنشوف بطل حكايتنا وهو بيخرج آخر أنفاسه، والنبلاء بيعذبوه وعمالين بيلعبوا بيه حرفيا، وأكن حياته لعبة في أيديهم. وقبل لما بيموت بيقول أنا ليه ما اتولدتش بقوة سحرية زيهم كده، ما كانش في إيدي أي حاجة أعملها علشان أبقى زيهم، وخلاص بطلنا بيفارق الحياة. ومن هنا تبدأ حكايتنا. وفي اللحظة دي بيفتح عينه وبيلاقي حواليه خدامات كتير وهو مش فاهم أي حاجة، وبيرفع ايده وبينطلق سحر قوي جدا منها، وبوم بيدمر برج القصر بالكامل. اوبا، وهكذا ولد بطلنا من جديد، لكن المرة دي مش واحد عادي، لا ده بيكون الامير السابع ماتيو، ودي الحياة اللي كان طول عمره بيتمناها. وبنعرف اول ما اتولد ماتيو قعد يقرا في كتب السحر، وكمان اطلق سحر قوي جدا، وده كله وهو لسه مولود. ودي طبعا اكبر صدمة لكل المملكة. وهنا ماتيو هرب من الخدم وراح على مكتبة القصر، واللي فيها اسرار كبيرة جدا عن السحر. وبنعرف ان ماتيو مهووس جدا بدراسة السحر. وفي اللحظة دي بتيجي واحدة، ودي بتكون معلمته سيلفا، واللي تعتبر من اقوى المقاتلين في المملكة بالكامل، وبيتدرب ماتيو على مبارزة، وماتيو بيكون مواكبها بالعافية. ودي طبعا اكبر مفاجأة، لان ماتيو لسه طفل ومواكب اقوى فارسة في العالم. وفي اللحظة دي ماتيو بيستخدم السحر وبيطول سلاحه وبيعزز من قوة جسده، وكمان بيطير سنة من على الأرض وبيهجم عليها بقوة، وبيتبادل معاها ضربات قوية جدا، وبيتحرك بسرعة جدا وبيهجم عليها من ظهرها، وبوم بتتصداله وبتقوله انت بتغش مش كده يا ماتيو؟ اوبا، قفشتك يا معلم وانت بتستخدم السحر. بس بتنبهر جدا منه، بتقوله استخدمت سحر الطيران وطولت سلاحك، انت عبقري جدا يا ماتيو، حتى اقوى المقاتلين في العالم ما يعرفوش يستخدموا تعويذتين في وقت واحد. اوبا بابا، ماتيو بيقول لنفسه الحمد لله ان هي معرفتش اني استخدمت 4 تعويذ مش 2 بس، يا ابن اللعيبة يا ماتيو. وبيمر الوقت وهنا بنعرف ان في القصر ده في مكتبة سرية تحت الارض، ولا وايه كمان في شيطان مختوم جواها، الشيطان غريم وار. واول لما ماتيو بيسمع الكلام ده بيروح جري للمكان ده وبيلاقي فيه حراس بيحرسوه، فبيفعل تعويذة اختفاء على نفسه وبيقرب من الحراس، وبيسمع واحد وهو بيقول للتاني خليك مركز عشان بيقول ان جوه المكتبة دي في سحر قادر ان هو يزلزل المملكة كلها في غمضة عين، وكمان بيكون في شيطان قوي جدا مختوم جواها. وفي اللحظة دي بيدخل ماتيو بينهم، والحراس لا حياة لمن تنادي. الحارس بيقول حتى لو حد عدى المكتبة مقفولة بختم، مفيش حد في العالم ده يقدر يكسره. بس طبعا كل ده ولا يفرق مع عم ماتيو، بيطلق سحر وبوم بيفرتك القفل على طول، وبيدخل المكتبة. وفي اللحظة دي بينطلق كتاب بسرعة كبيرة جدا وبيطلع منه روح، وبيقول احييك والله انت الوحيد اللي قدرت تكسر الختم ده، بس ايه رأيك تحررني من هنا؟ فماتيو بيقول له انت مين بقى؟ فبيقول له انا غريم وار. اوبا بابا، ده الشيطان اللي مختوم في المكتبة، وبيقول له لو حررتني هديك اي حاجة انت عاوزها، حتى لو دهب، خد اللي انت عاوزه. فماتيو بيمسك الدهب وبيقول له يعني شيطان وكذاب وفاشل كمان؟ اوبا، ماتيو يقصف ولا يبالي. ماتيو بيقول له انا مش مهتم بيك، انا كل اهتمامي في تعلم السحر. فغريموار بيقول له طب ما ايه رأيك اعلمك السحر القديم؟ اوبا، وهنا قد لمعت عين ماتيو، وفي اللحظة دي بيخرج سحر وبوم
وبوم بيفنجر الختم. بيتحرر غريموار. ماتيو بيقول له يلا علمني. غريموار بيقول له يا سلام، ده انا هعلمك وزيادة كمان. وبوم بيسيب لويد بقوة جبارة يا ابن الغدارة، وبيكون هيخرج من المكتبة. بس لا يا معلم. لويد بيقول له ايه كمان؟ علمني كمان تعويذتين 3. اوبا ماتيو مش فارق معاه اي حاجة، وبيكون محاوط نفسه بحاجز. وغريموار بيهجم عليه بضربات سريعة جدا، ومصدوم ازاي الحاجز بالقوة دي. وفي اللحظة دي ماتيو بيمتص ضربات غريموار وبيقول لا السحر ده قوي. وغريموار بيعمل اقوى تعويذة عنده، وبيعمل تعويذة مزدوجة، وكانت خيبة الامل. ماتيو ما تهزش حتى من مكانه، والشيطان مش مصدق ازاي دي اقوى تعويذة عندي، وبيخاف جدا وبيقول انا لازم نهرب من هنا بسرعة. وبيكون هيعمل كده، بس لا يابا مش سهلة كده. في اللحظة دي بيتخبط في حاجة، وده بيكون حاجز بين ماتيو اول ما دخل المكتبة. وماتيو بيقول له ما ينفعش تمشي قبل لما اعرف منك كل حاجة، ودلوقتي وريني هتدافع ازاي. وبيظهر سحر قوي جدا، وبوم بيفشخه حرفيا يا جدعان. وغريموار مش مصدق ازاي الطفل ده بالقوة دي. وماتيو بيرجع المكتبة كلها زي ما كانت، ولكن في اي حاجة حصلت. وجريمور قاعد محترم وبيقول لماتيو من دلوقتي انا اعلنت ولائي ليك يا سيدي، ما قابلتش اي ساحر بقوتك الجبارة دي قبل كده، وعشان كده عايز ابقى مرافقك. وبيوافق ماتيو، بس بيقول له تحول لهيئة اصغر من كده. وبيتحول فعلا وبيقرب من ماتيو، وبيقول لنفسه ده غبي قوي، اول ما هقدر المسه واتحكم في عقله بكل سهولة. وهناك كانت الصدمة الكبرى. جريمور اول ما بيلمس لويد بيترعب جدا، وشاف اكتر مشهد مرعب في حياته. قوة سحرية مرعبة لاقصى درجة، قوة مجنونة بالمعنى الحرفي، فبيخاف جدا. فماتيو بيقول له من النهاردة هقولك يا جريم اسهل من اسمك ده. وجريم بيقول لنفسه احسن حاجة اعملها انه اطيع الكائن ده، والا مش هيرحمني. وبيمر الوقت وهنا ماتيو قاعد في المكتبة، فبيجي اخوه الكبير وده الامير ألبرت، وبياخدوا معاه للتدريب. وبيصوب ألبرت على الأهداف وبيسيبهم كلهم بكل دقة. وبيجي دور ماتيو وبيقول أنا مش عايز أجذب الانتباه، وعشان كده هقلل قوتي بنسبة 99%، ويدوبك أحفظ كل الأهداف. فجريم بيقوله أنت عبيط، ده أصعب من إصابة الأهداف أصلا. بس الصدمة إن لويد بيعمل كده فعلا. بس في اللحظة دي أخو ماتيو حس بحاجة غريبة. أوبا ده باين عليه كده قفش لويد، وبعدها بيمشي. وماتيو بيقول لجريم انا عايز انفذ تقنيتك وهي التعويذة المزدوجة. فبيقول له مستحيل، الشياطين بس هم اللي يعرفوا يعملوها عشان نقدر نعمل كذا نسخة مننا. فماتيو بيضحك وبيمتص غريم جواه وبيقول له هنعمل التعويذة مع بعض هتعرف. فبيقول له عيب عليك، ده انا شيطان جامد مش هزق زي ما انت فاكر. وبيبدأوا وجريم بيتصدم وبيخاف جدا، وبيقول للماتيو يا ابن عقلة ينفجر، ايه كل التعويذ اللي انت بتلقيها دي؟ فبيقول له عادي، دي مجموعة كده من شوية تعويذ، يا دوبك كده 100 تعويذة. وكانت الصدمة. فجريم بيقول له لا انا اخر 2 3. فماتيو بيتحكم في بق جريم وبيبدأ في القاء التعويذة، وبتنطلق قوة جبارة جدا. وجريم مصدوم، انت بتعمل ايه؟ مش معقولة، ده بيدمج تعويذتين من الفئة الاسطورية وبيظهر قوتين مرعبين حرفيا. وماتيو بيضحك، اذا هذه هي التعويذة المزدوجة. وبيقول خطر جدا اوجه التعويذة دي في اي حتة، وبيوجهها للسما. اوبا بتنفجر قوة جبارة جدا بتزلزل المملكة بالكامل. ماتيو مجنون بمعنى الكلمة يا جدعان. لو وصلت وعلى جانب اخر بيقول احدى الوزراء لألبرت انت ليه مهتم باخوك لويد كده؟ فبيقول له لويد عبقري من اول ما اتولد، وكمان حاجة الاهداف اللي حفها دي هو كان قصده يعمل كده، وانا عارف اخويا كويس واحتمال كبير في المستقبل يبقى احسن واقوى ساحر في العالم. فالوزير بيقول له لا مستحيل، وبيبص للشباك وبيقول هي الدنيا ليلت بدري ولا ايه؟ لا يا معلم، ده من رعب وقوة لويد عمل فجوة في السما ويدمر
بيدمر المكان كله، وجرين بيكون مرعوب مش مستوعب اللي بيحصل. حق والله انا كمان مش مصدق. وبعد يوم بينتشر ظهور فجوة كبيرة جدا في السماء، وكل ده ولويد لسه بيجرب قوته. شكلنا كده يا صديقي هنشوف اقوى عظمة قدام. وفي اللحظة دي لويد بيشوف خبر بيقول ان في احدى مغامرين اكتشفوا ديماس. فلويد بيقول صحيح انا عايز اروح ديماس، انا ما رحتهوش قبل كده. فجريم بيقول له انت تخرج بره القصر ازاي؟ بس لويد بيستخدم تعويذة وبيعمل نسخة منه طبق الاصل، وبيقول بس كل ده مش كفاية، وبيدمج روح جريم في الجسم الجديد وبيخلي جسمه مدموج جواه زي ما هو علشان يعرف يتواصل معاه. وفعلا لويد بيخرج بره القصر، وفي الوقت ده لويد بيشوف وحوش بتجري ورا بنت، وبوم بتهجم بسرعة كبيرة على اول واحد وبتروح على التاني والتالت وبتقضي عليهم. بس بيظهر واحد من وراها، لكن هي بتظهر مهارة قوية وبوم بتفرتكه في لمح البصر. ولويد بيكون بيراقبها ومصدوم من قوتها وعينه على التقنية اللي هي بتستخدمها دي. وبيقول لويد باحتمال كبير هي بتستخدم اسلوب الكي، والاسلوب ده بيحوله في تنفسهم لقوة سحرية جبارة جدا. وفي تلك اللحظة البت بتحس بوجود حد بيراقبها وبتقول له اخرج انا شايفاك، وبيكون رايح يهرب لكن هي بتتحرك بسرعة كبيرة جدا ناحيته. لويد بيغير شكله وبيقول لها انا اسمي روبرت، وبيكون لويد دمج شكله مع شكل اخوه البرت ويطلع الشخصية دي. والبنت بتنبهر من جماله وبتقول له انا مغامرة وبمارس الفنون القتالية واسمه هو تاو. فلويد بيقول لها ايه رايك نروح ديماس مع بعض؟ فبتوافق وبتوديه فعلا، وبيدخلوا تاو بيكون عمال تخلص على الوحوش اللي بتقابلهم وبيقعدوا يستريحوا شوية. ولويد بيطلب منها ان هي تعلمه اسلوب الكي اللي هي بتستخدمه، فبتوافق ان هي تعلمه. وفي اللحظة دي لويد بيحاول يستخدم اسلوب الكي وهي قاعدة بتتكلم وبتقول له انه تعلم الكي صعب ومحتاج تدريب كتير وبتبصله. وهنا كانت الصدمة، لويد طول ما هي كانت بتتكلم كان عمال بينفذ اسلوب الكي، وايوه بيعرف يستخدم اسلوب الكي وبيحس بقوة جبارة جدا وبيقول ايوه هي دي. بس في اللحظة دي بيحس بألم جامد جدا في صدره، وده بيكون بسبب ان هو مش متعود عليه. وتاو مصدومة من سرعة تعلمه وبتقول له فلو كنت عايز تتعلم للدرجة دي فلازم تواظب على التنفس ده طول الدماس. وفعلا بيبدأ وبيمر الوقت وتاو بتطلق قوتها وبتقضي على زعيم الدماس، وبتقول للويد احنا دلوقتي خلاص خلصنا الدماس ومش باقي حاجة غير ان احنا نفتح صندوق الكنز. وبيروحوا فعلا للصندوق وتاو بتفتح الصندوق، وفي تلك اللحظة بتظهر حاجة وبوم بتكون هتقضي على تاو. بس في اللحظة الأخيرة لويد بينقذها، وهنا بقى بيظهر الخطر الحقيقي. بيظهر كائن مرعب جدا وتاو بتتصدم، مش معقولة ازاي دماس ضعيف زي ده يكون في كائن الليتش؟ حتى اقوى المقاتلين مش بيعرفوا يقتلوه. فلويد بيسأل تاو عن ايه هو الليتش ده، فبتقرب عنده بسرعة وبتخرج سحرها وبتقول له انا اسفة. بتطيره بعيد بقوة جامدة جدا وبتخرجه بره المكان. اوبا تاو بتخطط ان هي تضحي بحياتها وتقاتل الليتش عقبال ما يهرب لويد من هنا. وفي الناحية التانية لويد بيقول هي اللي بعدتني بعيد عنها، وبيكلم جريم وجريم بيقول له يا لويد ارجع بسرعة علشان المعلمة سيلفا هتكشفني. نرجع تاني لتاو اللي حرفيا بيكون متدغدغة وبتقول لنفسها انا مستحيل اقدر اهزم الكائن المرعب ده، وبتكون بتحاول تهرب. لكن في اللحظة دي بيتكلم الليتش وبيقول تقنيات الكي تقنيات حلوة بس ما هي الا مجرد شكل مش اكتر. انا بقالي الاف السنين هنا وانتم ما هي غير وجبة بحل بيها بعد الاكل، وانت مش جديرة حتى عشان اكلك. بس الشخص اللي موجود معاكي قوته جبارة، هقتلك واروح اخلص عليه. ولسه ما كملش كلامه بتهجم عليه تاو بسرعة وقوة كبيرة جدا، بس بيصد ليها بالحاجز وبتغضب وبتهجم عليه بضربات كتيرة جدا وبوم بتكسر الحاجز وبتسيبه بضربة قوية جدا. بس خلاص بتكون استخدمت كل قوتها ومش قادرة تتحرك. والليتش بيظهر فوقها وبيقول لها زي ما توقعت انت ضعيفة جدا، قوتك دي كلها بتمثل بس صابع واحد من قوتي السحرية. معقولة خلاص كده تاو ماتت؟ لا والله. في اللحظة دي بيكسر هجوم الليتش وبيظهر لويد وبينقذ تاو وبيقول انا عايز اروح بسرعة علشان كده اخلص الحوار ده في ثانية، بس مفيش مانع العب معاك شوية. اوبا لويد كده باين علينا وعلى خراب يا جدعان. وفي اللحظة دي بوم بيظهر لويد ورا ليتش في لمح البصر، والليتش مش مصدق ايه التعويذة دي وبيهجم على لويد بضربات
ضربات كتيرة، بس لويد بيصدها بالحاجز. وبيكون لويد عمال بيفكر ازاي يدمج الكي مع السحر، وبيقول اذا هي دي الطريقة، وبيتنفس اكتر وبيقول لا محتاج هوا اكتر. والليتش بيستمر في الهجوم على حاجز لويد على امل ان هو يكسره. وفي اللحظة دي بوم لويد بيحطم الحاجز بنفسه، والليتش بيقول اخيرا، وبيهجم بقوة كبيرة جدا على لويد. وتاو بتقول لا يا لويد، ولكن في اللحظة الاخيرة لويد بيقدر يدمج الكي مع السحر، وبيتحرك بسرعة مجنونة جدا وبيتفادى كل هجمات الليتش. وتاو بتقول مش معقولة ده دمر الحاجز بنفسه علشان يقدر يستنشق هوا اكتر. ولويد بيدمج الكي مع السحر وبيخرج قوة مرعبة جدا في ايده، وبيقول له اقوى واحد. وبيعمل كل ده وهو بيتفادى هجمات الليتش. بس خلاص هجمات الليتش بتحاوطه من كل مكان، بس على مين يا معلم؟ لويد بيدمرهم كلهم بقوته الجديدة. وتاو والليتش مصدومين ايه يا ابني ده، بس لويد شايف غير كده خالص وبيقول لا عاوزها اقوى. وبيخرج قوتين في ايده وبيقول لا عاوزها اقوى 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 اكتر. وبيهجم بضربات كتيرة جدا وبيدمر كل هجمات الليتش، وبيضحك وبيقول يلا كمل لسه عندي كتير اجربه. والليتش مصدوم مش مصدق ازاي تقنيات الكي تقدر تسد سحري، لا دي اقوى من سحري كمان. واللويد بيخرج سحر جبار جدا وبيقول هي دي. والليتش بيحاوط نفسه باقوى حاجز عنده، ولكن فات الاوان. لويد بيفلقه نصين حرفيا. يا فخامتك وجمدانك يا ابني، عظمة على عظمة والله. وتاو مش مستوعبة ايه كل القوة الجامدة دي. وبعدها بيفتحوا الصندوق وبيكون فيه سكينة سحرية، فتاو بتقوله مش قوية. تلاقي الافتتان بتاعها مش مميز قوي، والافتتان ده هو اسلوب سحري بيستخدموه بعض السحرة على الاسلحة علشان يضيفوا لها قدرات خاصة. وفي اللحظة دي بتكون الارض بتبلع الصندوق. فلويد بيقول ايه اللي بيحصل؟ فتاو بتقوله ده اللي بيحصل لما بتكتشف ديماس، الارض بتبلع الصندوق والديماس بيتدمر. فلويد بيقول ايوه يعني الصندوق ده مركز الديماس، وبيحاول يشده من الارض. وتاو خايفة جدا وبتقول له يلا يا ابني نهرب بسرعة. ولويد بياخد الصندوق وبيخرجوا من الديماس قبل ما يقع فوق دماغهم. وفي الوقت ده لويد بيقول لتاو صحيح انا عايز اروح بسرعة. وبيودع تاو بيطير بسرعة كبيرة جدا. وتاو بتقول يا دي المصيبة معرفتش هقابله تاني ازاي. وهنا لويد وصل للقصر وبيدخل اوضته وبيلاقي جريمي مرمي في الارض، وبتكون المعلمة سيلفا كانت بتدربه ودغدغته على الاخر. ولويد بيخرج السكينة اللي خدها من الديماس وبيعمل عليها تجارب وبيحطها في مية سخنة وبيستخدم سحر الكشف. وفجأة بيظهر عليها رموز سحرية، وده بيكون سحر الافتتان اللي معمول عليها. ولويد بيخرج منها جوهر المانا، وده المكون الرئيسي اللي بيتعمل بيه الافتتان. وبيقول بس بالكمية القليلة دي مش هقدر اجرب الافتتان اكتر من مرة، وعلشان كده بيخرج سحره وبيحلل اجزاء المانا وعرف هو بيتصنع من ايه. ولحسن الحظ لويد جاب معاه النواة الا وهي صندوق الكنز. وبعدها لويد بيجهز كل المكونات وبيصنعها فعلا. وبعدها بيروح لألبرت وبيطلب منه اسلحة كتير عشان يجرب عليها سحر الافتتان. والبرت بيخلي الحراس تديله اسلحتهم، وفعلا بيعملوا كده وبيكونوا زعلانين جدا. وواحد بيعيط وبيقول انا لسه شاري جديد وعليه صوت والله، معقولة في امل ان هو ما يتدمرش. فواحد تاني بيقول له ده في الحلم، الافتتان اصعب سحر في الوجود ونادرا جدا ان في حد يقدر يستخدمه. لا وايه كمان ده طفل عنده 10 سنين هو اللي هيجرب على الاسلحة بتاعتنا، فيعوض عليك ربنا بقى. وبعدها لويد بياخد السيوف وبيبدأ في افتتان اول سيف. وجريم مش مستوعب ايه الولا المجنون ده بيحط طبقتين لا 3 لا اكتر، وبوم السيف بيتدمر. ما هو اكيد مش هيستحمل كل ده وبيجرب في اللي بعده، يا هناه يا سعده. وبعد محاولات كتير بينجح فعلا وبتمر الايام، واخيرا لويد بيخلص السيوف وبيروح ويوريهم لألبرت. وكانت الصدمة من بين 120 سيف 50 منها نجح، وده بقى رقم اعجازي مفيش حد في العالم قدر يعمل كده. ولويد بيقول لنفسه في الحقيقة نجح 80 سيف، فحاولت اضيف ليهم قوة اكتر فاتدمروا. يا جنونك يا جدع، حرفيا لويد مهووس بالسحر. والبرت مش مستوعب ايه كل القوة اللي موجودة في السيف دي، مش معقولة نسبة نجاح افتتان بالطريقة دي لا تتعدى 1%. وبيقول
لويد طلع اقوى بكتير مما توقعت، ومن قوة افتتان لويد مش ناس كتير هيلاحظوا القوة دي. فواحد من الحرس بيقول اكيد يعني منجحش في كل دول. تلاقي جاله احباط بعد ما دمر كل السيوف دي، ولسه بيحط السيف في الغمد بتاعه، بوم الغمد بيتفلق نصين، والواد مصدوم ازاي خلاه بالكو. والبرت بيشوف اقوى سيف وبيمسكه وبينبهر بيه اكتر. فلويد بيقول له انا عايز اشوف الاسلحه دي بتتجرب، فبياخده معاه في مهمه لقتل وحش معين. وبيمر الوقت وهنا بيكونوا ماشيين، وبنعرف ان سيلفا رايحه معاهم، وده عشان تاخد بالها من لويد. فالبرت بيقول لها دايما مركزه على حمايه لويد يا سيلفا. فبتقول له ايوه، فانا معلمته وكمان حارسته الشخصيه. فهو بيقول لها بس كده مش علشان بتحبيه مثلا؟ ولسه ما بيكونش خلص كلامه فبتقوم مخرجه سيفها، فبيترعب جدا. وفي اللحظة دي وحوش بتهجم عليهم، وبيكون له يتحس بوجودهم من الأول، وده بسبب تقنية الكي. وبيقول باستخدام تقنية الكي بقيت قادر أكشف المكان بالكامل، والجنود بتهجم على الوحوش وبوم بيفرتكوهم في لمح البصر، وبيتصدموا من قوة سيوفهم اللي بقت جامدة جدا. والبرت بيقول للجنود كل ده بسبب قوة أخويا لويد، بس بيكون متبقي وحش وبيهجم بسرعة على لويد. بس في اللحظة الأخيرة بوم بتظهر تو بتقضي عليه، وبتكون حاسة تو بوجود لوبرت هنا، وده اللي هو لويد يا صاحبي. بس ما بتلاقيهوش طبعا لان لويد مش متنكر دلوقتي. وبتروح عند لويد وبتقول له انت شبه روبرت جدا بس انت لسه طفل. وفي اللحظة دي بتظهر سيلفا وراها وبتقول لها شكرا ليكي بس ما تقربيش للويد. وبيكون الاتنين مش طايقين بعض، بس البرت بيخش في النص وبيهديهم وبيدعي تاو ان هي تيجي معاهم، وبتوافق. وبيمر الوقت وهنا كل الجنود بينصبوا خيامهم، والبرت بيشكر تاو على مساعدتهم في القضاء على الوحوش، وبيقول لها انا البرت الامير التاني. فبتتصدم وبتقول البرت ده شبه لوبرت بس مش هو. وبعدها سيلفا وتاو بيتخانقوا على لويد، ولويد قاعد مع البرت بيتفرجوا عليهم. وفي الوقت ده لويد بيحس بحاجة جاية، وبوم بيظهر ذئب عملاق جدا، وهو ده الوحش اللي البرت كان عايز يقتله. والجنود بيهجموا على الوحش لكن مش قادرين عليه. وفي اللحظة دي تاو بتسيبه بضربة قوية وبتجيبه الارض، وبعدها بيتحرك البرت وبيستخدم سيفه وبيخرج سحره، وبوم بيطلع سحر جبار جدا وبيفرتك الذئب في لمح البصر، وبيكون مصدوم من قوة مرعبة لسيفه بعد ما لويد عمل عليه الافتتان. وفي وسط ما كله فرحان بالانتصار جريمبي بيقول للويد خلي بالك انا افتكرت المكان اللي هناك ده كان في الماضي مختوم في شيطان. وفي اللحظة دي بيعاد احياء الذئب، بس المرة دي شكله وقوته مختلفين تماما. لا وايه كمان، ده كل الوحوش اللي ماتت بتظهر من تاني، والكل مصدوم هو ايه اللي بيحصل. وفجأة حد بيتكلم وبيقول ايه يا شوية رعاع، مين اللي سمح لكم تأذوا اتباعي؟ ايوه هو ده الشيطان. وبيقول انا الشيطان بازازو هجوموا يا اتباعي. وبوم كل الوحوش بتهجم على الجنود بقوة كبيرة جدا. والصدمة الكبرى بعد ما بيسيبوهم بيرجعوا يتعالجوا تاني، وهنا لويد مستخبي. وجريمي بيقول للويد بازازو بيستخدم سحره في ان هو يتحكم في الوحوش والحيوانات ويخليهم تحت طاعته، والوحوش دلوقتي مفكرين ان بازازو هو قائدهم. ومش بس كده بيمدهم كمان بقوته السحرية. وفي ظل المدعكة اللي بتحصل دي لويد بيطلب من جريمي ان هو يعلمه تحويل السحر زي ما بيعمل بازازو، وبيتعلمها فعلا. يا ابن المجنونة يا لويد. وهنا الجنود وحتى البرت وتاو مش قادرين يقفوا قدام الوحوش. وفي اللحظة دي سيلفا بتغضب وبيهجم الشيطان بجسم الذئب بقوة مرعبة جدا، بس في اللحظة دي سيلفا بيطير له كل رجوله بلمح البصر. اوبا جبارة سيلفا دي والله. والشيطان بيركز كل قوته عشان يحيي الذئب، وفجأة كل الحيوانات ما بتتحركش وتجدد جروحهم قل، وده كله بسبب ان بازازو مركز كل قوته على الذئب. والبرت بيقول لسيلفا سببي له اقوى ضرر ممكن، وبالفعل سيلفا بتفشخه حرفيا وبتاخد سيف من اللي فتنهم لويد بسحر الافتتان. وفي الوقت ده بازازو بيتحرك بسرعة كبيرة جدا حوالين سيلفا وبيهجم عليها وبيمسكها. معقولة خلاص سيلفا ماتت؟ لا يا صديقي، دي سيلفا بتدخله جوه وبوم بتفشخه نصين حرفيا وبتنط عالي جدا، وبوم بتنزل عليه بهجوم جبار جدا بيفرتكه، وبتخرج بازازو وبتجيبه في الارض في لمح البصر.
بتكسر وكله مصدوم من قوتها الجبارة وبتكون خلاص هتقضي عليه. بس في اللحظة دي بازوزو بيضحك وبينشر ضباب في كل مكان وبوم، كل اللي بيشم الضباب بيقع مرمى على الارض. حتى سيلفا قوتها بتضعف جدا وبتقع على الارض وبيكون اتكسر ختم بازوزو وخرج بجسمه الحقيقي وبيتضايق وبيسيب سيلفا بضربة قوية جدا وبيطيرها في البحر وبتكون سيلفا خلاص مش قادرة تتحرك وبيهجم عليها بقوة كبيرة جدا، بس بتيجي تو وبتحميها وبتاخد الضربة مكانها وسيلفا خلاص بيغمى عليها وبتكون تو هي الوحيدة اللي قادرة تصمد بسبب استخدامها لأسلوب الكي. وبوم بيظهر بازوزو وراها وبيقول لها انا لو منك اهرب بسرعة وبتسيبه برجلها، ولكن ولا اي حاجة بتأثر فيه. بيمسكها وبوم بيكسر كل ضلوعها بضربة واحدة بس وبتغضب تاو جدا وبتخرج كل قوتها وبتسيبه بضربة مرعبة جدا، بس قوتها بتخلص والوحوش بتمسكها وبازوزو بيركز قوته عليها وخلاص تاو مش قادرة تصمد اكتر من كده. معقولة دي النهاية؟ تاو بتقول اخر كلماتها ايوه كنت عارفة انك موجود. فبازوزو بيقول لها انت عبيطة بتتكلم عن مين؟ فبتقول له اللي هيفشخك دلوقتي، والوحش بيبلعها. وفي تلك اللحظة ها قد اتى اخيرا لويد وبازوزو مصدوم، ازاي ضبابي مش مؤثر فيك؟ وبيشوف جريم انت مش شيطان؟ انت بتعمل ايه مع الطفل ده؟ وجريم بيقول له نصيحة مني اهرب بسرعة، انا نصحتك لمصلحتك. فبيغضب بازوزو بيقول لوحوشه اقتلوهم، والوحوش بتهجم عليهم بسرعة كبيرة جدا. بس على مين يا معلم؟ لويد بينشر سحره وبوم بيسيطر على كل الحيوانات وبياخد السيطرة من بازوزو وبازوزو مش مصدق انت ازاي عملت كده. ولويد بيخرج تاو من الوحش اللي بلعها وبيخلي الحيوانات تهجم على بازوزو وفعلا بيعملوا كده، بس بازوزو بيتضايق جدا وبوم بيفشخهم في لمح البصر وبيخرج قوته السحرية وبيقول مهما عملت مش هتقدر تصد الشيطان ابدا. وفي اللحظة دي لويد بيقول لجريم صحيح ازاي حد ما يقدرش يقتل شيطان؟ فبيقول له هي مش معلومة مؤكدة بس محدش يقدر يعملها قبل كده. اوبا ده لويد ناول بازوزو على نية سودا واخيرا بيخرج سحره ونزلت كالصاعقة على بازوزو. الواد مش مصدق هنج من كتر الرعب اللي هو شايفه وجريم بيقول انا حاسس بنفس الرعب اللي انت حاسه يا بازوزو، ونعرف ان لويد كان مخبي سحره وده لان هالته بس تقدر ترعب اي مخلوق على وش الخليقة. وبازوزو بيقول مش معقولة اكيد ده كابوس. وهكذا جنون لويد وبيهجم على بازوزو بحواجز كتيرة جدا وبازوزو بيحاول يهرب ولويد لسه بيسمي وبيخرج كم اكبر من قوته وبازوزو عمال بيهرب بسرعة كبيرة جدا وبيقول دي مش معركة بالنسبة له، ده عايز يحبسني علشان يخليني فور تجارب ليه. وفي اللحظة دي بيندمج لويد مع جريم وبيتلك عدد كبير جدا من الحواجز فوق المية شغال وتحت المية كمان شغال وبيعمل حواجز في كل حتة وبازوزو مش مستوعب ده هو الشيطان مش انا وبيكون خلاص هيهرب، بس يهرب من مين بس؟ بوم لويد بيعمل حاجز ضخم جدا وبيحبسه جواه. اوبا ده انت هيطلع عينك يا بازوزو، هتشوف ايام سواد والله. وبازوزو قاعد يفرك ويرغي جوه. وفي تلك اللحظات لويد بيطلق عدد كبير جدا من التعاويذ السحرية في وقت واحد وبوم بيهجم بعدد كبير جدا من الضربات على بازوزو. حرفيا انه جنون العظمة يا سادة، مفيش تفسير تاني للمعركة اللي بتحصل دي وهي 5 دقايق بس وبازوزو خلاص بيكون فارق الحياة. وجريم بيقوله بالشفا يا بازوزو نصحتك من الاول وانت ما سمعتش كلامي. وفي الوقت ده البرت والجنود بيصحوا واللويد بيروح لهم وكلهم طايرين من الفرحة على الاخر. واللويد بيقول لتاو اني ظهر من شوية المقاتل اللي انت كنت بتدور عليه، فبتجري زي الهبلة تدور عليه. وبيمر الوقت وبيرجعوا للمملكة وبيروحوا للملك ابو لويد والبرت وبيكرم البرت على الانتصار الساحق اللي هو عمله ده. فالبرت بيقول له احنا فوزنا بس عشان لويد كان معانا، انا بطلب منك يا ملك انك تحط لويد على منافسة على العرش. والكل مصدوم ازاي طفل صغير يترشح للخلافة. والملك بيقول للالبرت
معنى كده ان هيكون لك منافس جديد يا البرت. فبيقول له عادي، فمش معنى ان انا بدعمه يعني كده هخليه يفوز عليا. فبيقف الملك وبيقول للويد قول لي قرارك، هتنضم للمنافسة وتنافس على العرش في جانب اخواتك؟ وطبعا لويد بيصدمهم كلهم وبيرفض، وده لانه مش فارق معاه اي حاجة من دي، كل اللي عايزه هو قوة السحرية بس، مهووس بالسحر على الاخر. وبيمر الوقت وبنعرف ان لويد خد معاه واحد من الحيوانات اللي كانوا في المعركة، وده بيكون كلب اليف وهيربيه معاه في القصر. وبتيجي سيلفا وبتقول للويد سميته ايه بقى؟ فبيقول لها شيرو، وبيسألها وبيقول لها انا عايز اعلمه حاجات كتير بس ما تعرفيش ازاي اتواصل معاه. فبتقوله ده من اختصاص مروض الحيوانات. وهنا البرت والملك واقفين وبيتفرجوا على لويد، والبرت بيقول للملك لويد موهبة وعبقري جدا، فبيقول له متشوق جدا اشوف مستقبله. وبعدها لويد بيحاول يعلم الكلب شوية حركات بس اخره يتعلم شوية حركات بسيطة. وبيقول لويد مش عارف ازاي اعلمه يعمل حركات صعبة. فسيلفا بتقول له الواحد اللي هيبقى عارف الكلام ده هو خبير حيوانات. وبتقول له انا عارفة حد هيقدر يعلمك. وبيروحوا لحديقتها، ودي بتكون اخت لويد الاميرة السادسة اليزي، واكبر من لويد ب3 سنين. ولويد بيقول لجريم زي ما انت شايف كده هي بتحب الحيوانات جدا. وفي الوقت ده بتيجي اليزي وبترحب بلويد، ولويد بيقول لها استدعي حد من وحوشك كده؟ فبتقول له انا استدعيته اصلا. وفجأة بيظهر وراهم في غمضة عين وبتقول لهم ده ليرو. ولويد مصدوم، انا ما قدرتش احس بيه ابدا، بس الصدمة الاكبر هي ازاي استدعيته من غير ما تقول اي كلمة، دي خليته ياخد طوق سيلفا ومحدش خد باله. فلويد بيفكر وبيقول لنفسه يعني خليته يعمل كل ده من غير اي كلمة، وكأنها اصدرت شوية اوامر معقدة بمجرد التفكير بس. وبيتحمس وبيقول انا عايز اعرف انت ازاي عملت كده. وبيقول لها اليزي علميني انت عملت كده ازاي. فبتقول له معنى انها مش سهله بس انا هقولك المفتاح الرئيسي في التحكم في الحيوانات والوحوش هو الحب. وبتقول له زي كده بالظبط. وفجاه كل الحيوانات بيحوطوها ولويد مصدوم هي ازاي بتعمل كده. والخادمه بتقول ما تحاولش يا امير لويد، الاميره ليزي معجزه محدش يقدر يعمل زيها. وفي تلك اللحظه ادرك لويد حاجه، واخيرا بيعرف هي عملت كده ازاي. انا كنت بلقي الاوامر على شيرو بس هي ما بتعملش كده، كل اللي هي بتعمله انها بتشارك رغباتها معاهم. واول ما بدأت تعمل كده انطلقت طاقة سحرية من راسها مباشرة ناحية الحيوانات، وهي قادرة تعمل كل ده من غير وعي، وده لانها بتحب الحيوانات. وبيحاول لويد يعمل كده وبوم بينجح فعلا وبيتحكم في كلبه، والكل اتصدم مش معقولة ده قدر يعمل كده فعلا. وبعدها بيخلص لويد وبيمشي هو وسيلفا. وفي الوقت ده بيجي البرت وبيقول للويد انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم يا لويد. وبيوريه لشخص وده بيكون اخوه الكبير الامير الرابع ديان، وبيروحوا مع بعض لمكان صناعة السيوف. وديان بيقول للويد سمعت انك قدرت تفتن سيف البرت. فبيقول له ايوه قدرت اعمل كده. وديان بيقول له بس انا مش مصدق ده، فوريني حالا قدرت تعمل ده ازاي. وبنعرف ان ديان حداد علشان كده هو مهتم بسحر الافتتان. ولويد بيبدأ فعلا، وديان بيقول لنفسه الافتتان مهارة متقدمة جدا، وكمان بيقول ان هو قدر يستخدم الافتتان على سيف اسطوري زي سيف البرت، ده مستحيل، ده حتى اقوى السحرة المتخصصين في سحر الافتتان ما يقدروش يعملوا كده. ولسه ما كملش كلامه لويد بيكون خلص، وكانت الصدمة الواد مصدوم ومش مصدق ازاي طفل عنده 10 سنين قدر يعمل كده. وبيشتاله وبيقول له بمساعدتك يا لويد انا هقدر احقق حلمي السيف الاعظم. وهو ده بيكون حلمه ان هو يصنع اقوى سيف في العالم، وبمهارتي في الحدادة وعبقريتك في الافتتان هنقدر نعمل كده. واحد اهدافه برضه ان هو يصنع سيوف قادرة على اطلاق السحر، وده هيكون فايدة كبيرة جدا للناس اللي السحر بتاعهم قليل. والفكرة بتعجب لويد جدا، واول سيف عايزين يعملوه سيف قادر يطلق سحر النار. فلويد بيقول له يبقى ادمج تعويذة كرة النار فيه. فبيقول له مستحيل، تعويذة جامدة زي دي تقدر تعملها. فبيقول له مالكش دعوة انا هقدر. وبيعمل الافتتان فعلا، ولسه هيحطه على الحديد بوم بيتكسر. ولويد بيقعد
وبيقعد يحاول كتير، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. وبيفكر لويد وبيقول مع ان حاولت بكل الطرق فازاي كلها فشلت. وفي اللحظة دي جريم بيشوف حاجة وبيقول للويد عليها، وبيقول له جوهر المانا اللي احنا بنستخدمه مغشوش. اوبا، هي دي ثغرة السبب في فشل كل محاولات لويد. وبيكون لازم يروح يكتشف ديماس علشان يقتل الوحوش وياخد جوهر الدماس من هناك. وفي الوقت ده سيلفا بتقول له ايوه هنروح انا وانت يا لويد. وبعدها بيروح لنقابة المغامرين وبيروحوا يسجلوا هناك علشان يبقوا مغامرين ويقدروا يروحوا الرحلات لاكتشاف الدماس. وواحدة بتقول للويد لازم تحط ايدك على البلورة دي علشان تقيس مدى قوتك وكمان تحدد رتبتك. ولويد بيقول انا لو لمستها دلوقتي هتتدمر وكله هيكتشف قوتي. وبيركز لويد جدا وبيقلل سحره باكتر قدر ممكن، ومع ذلك بتكون قوته من الرتبة ايه. وبيقول لنفسه مع ان قللت قوته ل1%. اوبا، مع كل اللي بيعمله ده وطلع من اقوى رتبة. وفي الوقت ده بيكون في مجموعة مغامرين بيقولوا اكيد البلورة خرفت، مستحيل طفل زي ده يكون من الرتبة ايه، وبيقعدوا يتريقوا عليه. فالبنت بتقول لا انا متأكدة الطفل ده اسطورة بمعنى الكلمة، حتى ان هو تخطى المقاتلة الاسطورية الفضية. فبيقولوا مستحيل، ده كلام فارغ. وبتكون المقاتلة دي هي اقوى مغامرة عدت على مر تاريخ العصور بعد لويد طبعا. وواحد بيروح لسيلفا وبيقول لها ايه رأيك تسيبك من الطفل ده وتيجي معانا احنا. ولسه ما بيكملش كلامه بيطير له شنبه في لمح البصر. والبنت بتقول له يا حظك الاسود، انت اخترت البنت الغلط. سيلفا دي تكون المقاتلة الفضية بحد ذاتها. اوبا، صدمة بكل المقاييس والعيال بيترعبوا حرفيا. وفي الوقت ده بتيجي تاو وهنا لويد بيختار مهمة وبيقول لسيلفا ما كنتش اعرف ان انت كنت مقاتلة اسطورية بقى. فبتقول له بس ده كان من زمان. وبتقول له بس مع ذلك كان في مجموعة مغتالين ما قدرتش عليهم وبيكون متعلق صورهم اعلى قائمة المطلوبين حول العالم واسمهم نقابة المغتالين. وبعدها بيروح لويد مع تاو وسيلفا وبيكتشفوا ديماس وبيخلصوا وبيمر الوقت. ومن الناحية التانية البرت بيروح لديان وبيقول له ايه الاخبار. فديان بيقول له المفروض لويد هيرجع كمان كام يوم. فالبرت بيقول له يعني مش هتلحقه. فديان بيتصدم، مش معقولة هي الحرب بدأت. فالبرت بيقول ما هو ده مش خيار تاني، وبتكون مملكتهم هتحارب مملكة تانية. وديان بيقول له بس حتى استنى لما نخلص السيوف. فالبرت بيقول له للأسف مش هنلحق نعمل كده، بس ما تقلقش انا هتصرف. ولكن في تلك اللحظة بيجي لويد وسيلفا ومعاهم صندوق الكنز اللي يعملوا منه جوهر المانا وبيبدأوا بيعملوا أول سلاح. وأخيرا بينجح لويد إن هو يخلص أول افتتان وبيخلصوا أول سيف وبيروحوا يجربوه. وهنا كانت المفاجأة الكبرى، قوته مهولة جدا بدرجة مرعبة. ولويد بيقول لنفسه باين كده إن أفرت شوية، إيه كمية الجمدان والعظمة دي يا جدع. وبعدها بيجي الليل وهنا لويد بيكون قاعد في اوضته وفجأة بيحس لويد بحاجة غريبة في حديقة القصر وبيقول مش قادر اعرف هو ايه ده. وبيكون في شخص فعلا تحت. وفي اللحظة دي بوم بيظهر لويد وراه فجأة وبتكون هتهرب بس بتخبط في حاجز عمله لويد. ولويد بيقول بتعملي ايه هنا. بس في اللحظة دي البنت بتظهر نفسها وبتظهر سحر قوي جدا وبتكون ريحة حلوة لأبعد درجة. فلويد بيفعل سحر التطهير وبيقول ايوه ده سم. والبنت بتقول له سحرك ده مش هينفع، مفيش حاجة تقدر تعملها. وفي اللحظة دي بوم لويد بيقع على الارض وبيكون مش قادر يقاوم سمها. وهنا بنعرف ان في اشخاص معينين اتولدوا بنخاص من السحر وهم بس اللي في العالم اللي عندهم الانواع الخاصة دي وبيكون اسمهم المعيوهين. وبتقول له كلامك صح، انا معيوهة السم ودول يعتبروا كوارث بشرية. والبنت بتقرب من الحاجز وبوم بتكسره بضربة واحدة. اوبا، دي البنت قوية جدا وبتقول له ما تقلقش، انت تلاقيت شوية صغيرين من السم، مش هتموت بس هتعاني شوية. وبتمشي وبعدها بيقوم لويد وبيكون كان بيمثل ان هو مش قادر يقاتلها علشان كان يعرف مكان مخبأهم. اوبا يا ابن اللعيبة يا لويد. بس جريم بيقول له انت قصدك على مين. فبيقول له قصدي على نقابة المغتالين، الجماعة اللي ما قدرتش سيلفا عليهم. دي هتولع يا جدعان. ولويد بيتحمس جدا عشان يعرف سحر كل واحد منهم وبيروح لويد وراها. ومن الناحية التانية البنت بترجع مكان نقابتها وبنعرف ان اسمها رين وبتقول لواحد
واحد على كل اللي حصل، وبيقول لها طب ما قتلتيش الواد اللي انت قابلتيه ده ليه؟ فبتقول له ده طفل مش مستاهله يعني. وفي اللحظه دي واحده بقى منهم بتقول طب خدوا بالكم بقى علشان احنا متراقبين. وبيكون لويد كان بيراقبهم وبيظهر نفسه، وواحد بيتصدم بيقول مش معقوله ده الامير السابع. ولويد بيروح لهم وبيشيل الحاجز من عليه وبيقول يلا وريني قوتكم يا ابن المجنونه، ده عايز يختبر السحر بتاعهم اللي مفيش حد يقدر يقف قصاده. واول واحد بيهجم عليه من ظهره بسرعه وفجاه بيختفي وبيهجم عليه ضربات كتيره جدا، بس لويد بيتصدى ليه بسرعه. وبيكون الشخص اللي بيواجهه عنده مرونه مش طبيعيه وكأن جسمه عباره عن مطاط، وبيهجم على لويد بسرعه وبيلف حوالين ايده، بس لويد بيفلت منه في اللحظه الاخيره. والواد بيعرف عن نفسه انا معيوه الالتواء. فلويد بيتصدم من كميه مرونته المرعبه، مستحيل حد يقدر يعمل كده بالسحر. وفي اللحظه دي بوم بيظهر واحد وراه وبيقول كلمه ولويد بيترزع في الارض وكأن الارض بتشده بكل قوه، وبيكون ده معيوه الكلمات. وفي الوقت ده واحد بيهجم على لويد بقوه بس بيتفاداه في اللحظه الاخيره، واول ما بيلمسه بيتحول بعنكبوت قوي جدا وبيكون ده معيوه الشبكه جاليليا. بس مع ذلك لويد بيفلت منه بس بصعوبه. بس في اللحظه دي واحده بتهجم عليه بسرعه كبيره وبوم بتصيب نفسها، وكانت الصدمه الكبرى. لويد بيتصاب هو كمان بنفس الجرح وفي نفس المكان، وبتقول له انا معيوهة الالم تاليا، وقوتها هي الاكثر رعبا وان هي بتشارك الالم مع اي شخص. ولويد مش قادر يعمل حاجه قدامهم، وتاليا بتقول ايه رايك سببنا لك رعب مش كده؟ بس في اللحظه دي لويد بيعالج نفسه والكل بيتصدم وبيقول دلوقتي هيبدا العرض الحقيقي. وبيظهر سحره وبيقول يا ترى هيحصل ايه لو سبتك؟ هل الضرر هينعكس عليا؟ يلا بينا نشوف. وبيهجم عليهم بسرعه مرعبه جدا وكلهم بيخافوا ايه الهاله المرعبه دي. وبابلون بيقول انا كنت على طول اسمع ان الامير ده عبقري جدا بس ما تخيلتش ان هو بالرعب ده. وفي اللحظه دي لويد بيسيبه بضربه وبيلزقه في الارض، واتنين بيحاوطوا لويد وبيهجموا عليه بقوه. بس على مين يا معلم؟ لويد في لمح البصر بيفشخ الاول، وفي لمح البصر بيظهر ورا التاني وبيقول له وريني بقى هتعمل ايه. وبيهجم عليه بضربه قويه جدا وبيسيبه، وبيكون لسه هيقول لعنه تانيه بوم لويد بيفرتكه حرفيا. ولويد بيقول اللي بعده يا هناه يا سعده، وبيروح للبنت وبوم بيسيبها بضربه قويه جدا. بس في اللحظه دي العملاق بتاع الشبكه بيمسكه بس بيفلت منه وبيظهر تقنيه الكي، وبوم بيجيبوا الارض في غمضه عين. وبيروح للاخيره وهي رين معيوهة السم، وبتترعب جدا وبتقع على الارض وبتكون خايفه من الرعب اللي جاي ناحيتها ده. والبنت خلاص فقدت الامل وبتقول الواد ده مجنون حرفيا. ولويد بيقول لها يلا وريني سمك تاني. بس في اللحظه دي بيوصل جاليليا وبيقول له لا رين ما بتقدرش تتحكم في السم بتاعها، يعني لو اطلقت سمها دلوقتي كلنا هنموت. فلويد بيقول له اه صحيح انتوا ليه كلكم حسيتكم مش قادرين تسيطروا على السحر بتاعكم؟ فبيقول له ده امر طبيعي، لو كنا بنقدر نتحكم في قوتنا ما كانش هيبقى ده حالنا ولا هنكون هربانين من قوات العالم. وبيهجم بسرعه على لويد بس بيختفي في لمح البصر وبيظهر وراه وبوم بيسيبه بسحر قوي جدا على ظهره. فبتغضب رين جدا وبتهجم بكل قوتها على لويد، بس على مين يا معلم؟ بيتصدى ليها بالحاجز وبتنشر سمها. وفي اللحظه دي جاليليا بيقول لا يا رين سحر تحت السيطره. اوبا والكل مصدوم ازاي ده حصل. وبيكون لويد صوبه بتعويذه ختم قوته السحريه وخلاه يقدر يتحكم فيها. ولويد بيختم لهم سحرهم واحد واحد وكل واحد مش مصدق نفسه. اخيرا تخلصنا من الهم ده وكلهم بيفرحوا جدا. ولويد بيلبس هدوم جديده بدل اللي باظت. وفي الوقت ده جاليليا بيقول للويد لازم ان الاول تعرف حكايتنا ايه، وبيحكي له على قصتهم وعن قائدهم معيوه الشبح وده الاكثر رعبا فيهم كلهم، او خلينا نقول الاكثر رعبا في العالم كله. وده لانه بيقدر ينقل اي حاجه في لمح البصر، وكمان بيقدر يتنقل او ينقل اي حاجه لحظيا لاي مكان. اوبا ده رعب بالمعنى الحرفي يا جدعان. وبيكون قائدهم هو اللي خطط عشان يعملوا النقابه دي، وفكرتها ان هم يقبلوا اي مهام خطيره ما بتقبلهاش نقابه المغامرين وينفذوها ويسيبوا علامه على انهم هم اللي خلصوا المهمه دي. ومع مرور الوقت تنتشر الاخبار عنهم وما يبقوا
يبقوش مطلوبين من العالم كله ويقدروا يعيشوا حياتهم عادي. وبنعرف زي ما ان قوة قائدهم جين هي الاقوى والاكثر رعبا، فهي كانت الاسوأ من ناحية السيطرة عليها، لانه ممكن ينتقل في اي وقت لاي مكان وده خارج عن ارادته، حرفيا عذاب يا جدعان. وجاليليا بيقول للويد وكنا ماشيين كويس لحد لما عرفنا ان حاكم مملكة لوردوس بيستعد لشن الحرب، والمملكة دي هي مملكة قائدهم جين اللي هو يبقى الامير بتاعها. فقرر ان هو يرجع لمملكته علشان يهدي الحرب وكمان يمنعها، ولحد دلوقتي ما قدرش يرجع. وفي تلك اللحظة لويد بيشوف حاجة وبيكون ده سحر الانتقال الآني، وبتظهر رسالة وبيكون عليها شعار نقابة المختالين. وبيمر الوقت وفي اللحظة دي بوم سيلفا بتقتحم مقر المختالين وما بتلاقيش اي حد. صدمة بكل المقاييس. وبتلاقي رسالة من لويد وبتوديها لألبرت وبيكون مكتوب فيها انا رايح مع نقابة المختالين لقصر حاكم لوردوس. اوبا ده ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ والبرت بيقول مستحيل، معقول نقابة المختالين متعاونين معاهم مع مملكة لوردوس وخطفوا لوردوس عشان يجبرونا على الانسحاب؟ فديان بيهدى البرت وبيقول له لا اهدى كده، دي حرب ولازم تركز، وكمان اشك ان في حد يقدر يخطف لويد. بس في اللحظة دي سيلفا بتولي الالبرت هدوم لويد المتقطعة وبيثور غضبا وبيقول لازم نحارب. اوبا دي الدنيا ولعت على الاخر يا جدعان. ومن الناحية التانية لويد بيكون واخد نقابة المختالين بسرعة كبيرة جدا ورايح لمكان مملكة اوردوست. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ وهنا بنعرف ان الرسالة كانت مبعوثة من قائدهم جيد وبيقول لهم فيها ان هو اسقط حكم مدينة لوردوست ومنعهم من ان هم يشنوا الحرب، ودلوقتي هو حاكمها وبيدعوهم للقصر بتاعه وهم بيفرحوا جدا. وريم بتطلب من لويد ان هو يجي معاهم، فلويد بيقول لها الرسالة دي انتقلت آنيا وبدقة كبيرة لهنا، وانتوا قلتوا ان جيت ما بيقدرش يتحكم في قوته. اوبا ده يقصد ان جيت قادر يتحكم في سحره وكان بيخدعهم طول الفترة دي. بس ريم بتقول لهم لا اكيد في الفترة دي قدر يتحكم في سحره. فلويد بيقول لها بس في الحالة دي مش هيكون ليا اي لازمة ان اجي معاكو، بس انا هاجي عشان مهتم بسحر الانتقال الآني. فريم بتقول له بس احتمال يكون فخ. فبيقول لها في ايه؟ مش انتوا كنت لسه واثقة فيه حالا؟ فبتقول له انا واثقة فيه بس برضه، ولسه ما كملتش كلامها ولويد بيقول ما تقلقيش ايا كان اللي هيحصل انا هتصرف. وبكده راح لويد معاهم وبيقفوا في مكان قريب من المملكة علشان يستريحوا. وفي الوقت ده بابلون بيقول للويد ان رين وهي صغيرة سمها انتشر وقتلت امها وابوها، وده سبب لها اكتئاب حاد جدا لحد دلوقتي مأثر عليها. وبنعرف ان قائدهم جيد هو اللي جمعهم مع بعض وساعدهم كلهم انهم يعيشوا بعيد عن المجتمع اللي بيستحقرهم. وبنعرف كمان ان جيد قال لهم ان هو رايح لعيلته عشان يمنعهم من شن الحرب، ودلوقتي المفروض عمل كده. وبيمر الوقت ولويد بينام، فريم بتقول لهم لازم نسيب لويد يستريح عقبال ما نروح ونشوف القصر احنا الاول. وبتقول انا مش عايز اشكك في جيد بس احتمال يكونوا اجبروه على ده. فجاليليا بيقول لها عندك حق، لازم نروح ونتحقق بنفسنا احنا الاول. وبيسيبوا لويد وجريم بيروح معاهم وبيروحوا للقصر، وده بيكون اسوأ قرار خدوه في حياتهم. وبيوصلوا وبيشوفوا حفل كبير جدا جوه وكمان مفيش حراس في المكان وبيكونوا اطمنوا للمكان. فريم بتقول تعالوا نرجع ونجيب لويد معانا علشان اعرفه على جيد. بس في اللحظة دي بيشوفهم واحد وبيقول لهم انتوا نقابة المختالين؟ فبيقولوا له ايوه. فبياخدهم معاه وبيرحبوا بيهم. وجاليليا بيسأل عن جيد فبيقول له ان هو هيجي دلوقتي. وفي الوقت ده بيجي جيد فعلا وكلهم مصدومين من الفرحة. وجيد بيستخدم سحره وبيغير هدومه في لمح البصر. فجاليليا بيقول له مش معقولة انت قدرت تتحكم في قوتك؟ فبيقول له ايوه بس محتاج شوية تدريب مش اكتر. وريم بتقرب من جيد وبتكون هتعترف له بحبها، بس في اللحظة دي بيقول مش مهتم لكل ده. وفجأة كل الناس بتتحول لشياطين وكمان جيد هيئته بتتغير وبيقول انحنوا. وبوم بتنطلق قوة جبارة جدا وبيركعوا على الارض. مستحيل ده سحر كرو، لا ده اقوى بكتير. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ وجيد بيقول انتوا اغبياء جدا، كان هدفي اجمعكم هنا. فريم بتقول له ليه بتعمل كده يا جيد؟ فبيقول لها عشان تكونوا هياكل كويسة للشياطين.
صدمة بكل المقاييس. وفي اللحظة دي بوم جريمي بيطلق سحر جبار على جيد وبيزعق وبيقول اهربوا اهربوا كلكم. جيد ده يكون ولسه ما بيكونش كمل كلامه بوم جيد بيظهر وراه وبيسيبه بضربة قوية وبيطيره بعيد جدا وبيقول مجرد شيطان ضعيف يتجرأ يهجم عليا. وفي الوقت ده جريمي بيروح للويد ولويد بيصحى وجريمي بيعيط وبيقول نقابة المختالين وقعوا في الفخ مستحيل يقدروا ينفذوا منه. هو في ايه يا جدعان بالظبط؟ ولويد مش فاهم اي حاجة بس فهم حاجة واحدة بس وان هما في موقف صعب جدا. وهنا رينو والباقي مش فاهمين ايه اللي بيحصل وواحد بيقولهم انتوا اغبياء جدا يا بشر انتوا وبيكون كل دول شياطين. وجيد بيقول دول شياطين حررتهم من العالم السفلي وانا هدفي من الاول اسيطر على الجسم ده وانا دلوقتي هسيطر على جسمكم زيه بالظبط وانا اسمي جيراسومي كارثة العالم السفلي واستوليت على جسمه. اوبا صدمة بمعنى كل الكلمة يعجز اللسان على وصف كمية الرعب والمعجزة اللي هم فيها دلوقتي. سحروا بالرعب ده ومع كارثة الشياطين كيراسومي ده الكائن الأكثر رعبا في العالم. وجيراسومي بيقول لهم جيك كان بيحبكم جدا وكل اللي كان بيقوله ما تأذيش صحابي ما تأذيهمش بس أنا هعمل عكس كده. وبيظهر فجأة جنب رين وبوم بيسيبها بضربة قوية في وشها وبيقول لها أجسامكم دي هي أحسن وأقل لينا كشياطين وزي ما عملت في جيد هعمل فيكم دلوقتي. وخلاص كلهم فقدوا الامل في الحياة. معقولة خلاص دي النهاية؟ بس لا يا صديقي مش عايزك تستعجل كده. في اللحظة دي بيظهر سحر لويد وبيحاوط القصر بالكامل وبوم بيطلق قوة مرعبة جدا قوة بتدمر اي حاجة تقابلها قوة جبارة بمعنى الكلمة والشياطين كلهم بيختفوا في لمح البصر. وهكذا وصل اخيرا بطلنا المرعب لويد ولويد بيعالج نقابة المختالين وبيقول لهم اهربوا علشان هو بيستهدفكم وسيبوا الباقي عليا. وبيجروا فعلا. جيسارمي ده وحش مش هنقدر عليه لازم نسيب الامير لويد يتعامل معاه بنفسه. وفي اللحظة دي بيظهر جيسارمي وبيقول للشياطين الباقيين روحوا بسرعة امسكوا نقابة المختالين وبيروحوا بسرعة وراهم لكن مش بالسهولة دي. لويد بيقول انتوا فاكرينها سايبة ولا ايه؟ وبوم بيهجم عليهم بضربات مرعبة جدا من كل اتجاه. وفي اللحظة دي بيهجم جسرم على لويد بسحر الكلام وبيقول الموت ولويد بيفعل الحاجز وكانت الصدمة الكبرى. الهجوم بيخترق الحاجز بس في اللحظة الأخيرة لويد بيتفادى الهجوم وبيجي في واحد من الشياطين وبيموت. اوبا ده لو كان الهجوم صاب لويد كان زمانه عند اللي خلقه دلوقتي. وجريم بيقول لويد على ما اظن انت خدت بالك الشيطان ده مش زي اي حد انت قتلته قبل كده. وبيقول له الشياطين مترتبين حسب قوتهم وباززو كان من الرتبة الثامنة وانا من الرتبة الثالثة. فلويد بيقول له يعني جسارمي ده من الرتبة الاولى مش كده؟ فبيقول له لا اقوى من كده بكتير ده في رتبة ملك الشياطين حتى 100 شيطان من الرتبة الاولى قدامه مش اي حاجة. صدمة بكل المقاييس. فلويد بيقول هنشوف كل ده دلوقتي. فجريم بيقول له لا مستحيل تقدر تهزمه ده قوته في مستوى كارثي بمعنى الكلمة بس كل ده ولا يفرق مع عمك لويد وشكلنا كده هنشوف عركة اقوى عظمة وجمدان. وجريم خايف جدا وقلقان من اللي هيحصل. وفي الوقت ده كسارمي بيهجم على حاجز لويد وبوم بيخترقه وبيضطر لويد يعمل طبقتين من الحاجز علشان يقدر يتصدى لهجومه. وبيقول له ايه انت خفت؟ ده انا لسه بسمي. بيظهر رمح كتيرة جدا وبيهجم على لويد ولويد بيتفادى كل هجماته بسرعة كبيرة بس لسه عمال بيهجم بقوة اكبر ولويد بيهرب منهم. بس في اللحظة دي بيظهر فوق لويد في لمح البصر وبوم بيسيبه بضربة قوية جدا وبيوجه رماحه من الناحية التانية. اوبا ده لويد يسنق في النص بس في اللحظة الاخيرة بيخرج سحره وبيتصدى للرماح بصعوبة. وفي اللحظة دي كسارمي بيظهر رماح عملاقة وكتير جدا وبيقول له ورينا هتعمل ايه بقى يا امير لويد. وفي تلك اللحظة بوم بينقل الرمح لحظيا وبيخترق جسم لويد وبيكمل عليه وبيسيبه بضربات كتيرة جدا. مش معقولة يا جدعان لويد خلاص كده مات؟ لا والله ده كل ده كانت نسخة من لويد. وفجأة بيظهر لويد قدامه ومعاه سيف وبيهجم عليه بس كيسارمي بيتفاداه في اللحظة الأخيرة. ولويد بيقول له من دلوقتي هتبدأ العركة الحقيقية. ومن الناحية التانية الشياطين بيحاربوا نقابة المختالين وجاليليو
جاليليا بيحاول يمنعهم، لكن قوتهم بتزيد وبيكونوا هيهربوا. بس في اللحظة دي تاليا بتستخدم سحرها وبتسيب نفسها وبتعكس الألم على الشياطين كلهم، وبتكون هتضحي بنفسها عشان تنقذهم. بس جاليليا بيقف جنبها وبيقول لها انا هقاتل معاكي، وتاليا بتقول خلاص دي النهاية، وبتكون هتقتل نفسها وتموت الشياطين معاها. وكمان جاليليا يصاب بنفس الضرر ويموت لانه في مرمى نظر تاليا وبيثبت الشياطين. وخلاص تاليا هتضحي بنفسها، بس في اللحظة دي بيجي جيش البرت وبيهجموا بضربات كتيرة جدا على الشياطين، ورينو والباقي بيقولوا مين دول، وبوم سيلفا بتدمر البوابة وبيكون معها البرت واخوات لويد. وبيكون البرت شن الحرب عشان ينقذ اخوه لويد، وهكذا دقت ساعة الصفر ومن هنا ستبدأ الملحمة. وفي الوقت ده البرت وسيلفا بيثبتوا نقابة المختالين وبيقول لهم فين لويد. فرين بتعيط وبتقول لهم عارفة انكم مش هتصدقوني بس دي الحقيقة، الشياطين دي قتلت واحد مننا وعلشان كده لويد بيقاتل زعيمهم. فاليزي بتتكلم وبتقول مصدقينك، وبتكون اليزي بتقدر تحس بنوايا الناس. والبرت بيقول لسيلفا دوري على لويد واحنا هنقاتل هنا. وفي اللحظة دي تظهر رماح جسارمي وبوم بتدمر الجسر، وبيكون لويد خلى جسارمي يعمل كده علشان يمنع سيلفا انها تجيله، وبكده يقدر يقاتل براحته. وجسارمي بيهجم على لويد بضربات كتيرة ولويد بيهرب منها. وهنا البرت بيقاتل الشياطين، وهنا لويد بيقول دلوقتي هقدر اركز في القتال. ومن الناحية التانية سيلفا بتكون واقفة وبوم قائد الشياطين بيهجم عليها بس بتتصداله بسرعة. وهنا الجنود مش قادرين يقتلوا الشياطين، فالبرت بيخرج كل قوته وبيظهر سحر مهول جدا، وفجأة بينزل وابل من كرات النار وبوم بيفشخهم حرفيا. وهنا كمان سيلفا بتتبادل ضربات سريعة وقوية جدا مع الشيطان وبيهجم عليها بضربات قوية جدا بس بتتصداله بكل سهولة، وبيهجموا على بعض بكل قوتهم وبتكون قوة جبارة جدا. ونقابة المختالين مش مصدقين ايه كم القوة المرعبة دي، والشيطان بيعالج نفسه، وبنعرف ان مفيش طريقة ان انسان يقتل شيطان الا انه يقضي عليه بضربة واحدة. والشيطان بيهجم عليها بقوة جبارة بس في اللحظة الاخيرة بتتفاداه وبتستخدم نفس مهارته وبوم وبتهجم عليه وبيتصدم وبيتصدى ليها بصعوبة جدا. وفي اللحظة دي سيلفا بتقول للشيطان هوريك القوة الحقيقية، وبتخرج سيف جبار جدا وبتقول امير لويد اخيرا جه الوقت اللي هستخدم فيه السيف ده. والشيطان بيخاف جدا من الهالة المرعبة الخارجة من السيف، وبنعرف ان سيلفا ما كانتش قادرة تخرج كل قوتها لان لما بتعمل كده السيف بيتكسر. وعلشان كده لما لويد خد باله عمل لها سيف مخصوص عنده القدرة ان هو يتحمل قوتها، لا وكمان هيزودها جدا. وبيكون هو السيف ده وكمان معمول خصيصا لقتل الشياطين واسمه هلاك الشيطان. وفي الوقت ده سيلفا بتاخد وضعية الهجوم وبتقول وداعا، ولسه الشيطان بيضحك وهيهجم عليها وبوم بتظهر جنبه في لمح البصر وبتفرتكه في غمضة عين. يا فخامتك وحلاوتك يا سيلفا. وهنا بنعرف قبل ما جيد يموت بيقول لجسارمي هتموت، وبعدها بيخرج اخر انفاسه وجسارمي بيستولى على جسده وبيقول يا ترى جيد كان قصده على مين اللي هيقدر يواجهني. نرجع تاني لمعركتنا ولويد بيفكر ازاي يصدى لجسارمي وبيقول عندي 3 مشاكل، والاولى الرماح دي اللي قوتها كبيرة جدا وكمان سريعة بشكل مرعب، وكمان كلامه الملعون بيقدر يخترق كل حواجزي واي اصابة منه تعني الموت. واخيرا المشكلة الاكبر سحر الانتقال الاني، وفي تلك اللحظة بيخرج لويد سحره وبيطلق قوة كبيرة جدا وكرة عملاقة من النار وبيهجم على جسارمي وبوم بتبخر مية النهر بالكامل والبخار بيملى المكان كله ومحدش شايف حاجة. فلويد بيفعل تقنية الكي وبيكشف مكان جسارمي وبيقول بس هو بيعمل ايه هناك. فجريم بيقول له لويد اتحرك بسرعة والا هيصيبك. فلويد بيقول صحيح وبيتحرك بسرعة، بس بعدها بيقول هو ليه ما هجمش عليا وانا كنت واقف؟ معقولة ما قدرش يعرف مكاني؟ وليه لما نقابة المختالين هربوا ما قدرش يمنعهم بتقنيته؟ ايوه يبقى ما بيقدرش يستخدم تقنيته الا لما يكون شايف الشخص بعينه، وبيكون فعلا جسارمي مش عارف مكانه. ولويد بيقول اذا لازم انا اقرب منه علشان اقدر اصيبه، وفجأة بيظهر وراه وبيهجم عليه بسرعة. بس لا ده مش لوحده، عامل مئات النسخ منه
منه وبيحاول جيسارمي، وجيسارمي بيهجم عليهم بكل قوته وبيقول اذا انت النسخة الحقيقية، وبوم بيسيبه بضربات كتيرة جدا. معقولة خلاص خطة لويد فشلت؟ وجيسارمي بيقعد يضحك وبيقول انت غبي جدا يا لويد، بس بيقول امتى تختفي النسخ الغبية دي؟ وكانت الصدمة الكبرى دي ما كانتش النسخة الحقيقية. وجيسارمي بيفكر وبيقول هو اكيد موجود في المكان الاكثر امانا فوق، وبوم لويد بيسيبه بقوة كبيرة جدا من وراه. لويد يختلف عن الاخرون وجيسارمي بيعالج جروحه وبيستهلك سحر كبير جدا. وهنا لويد بيكون بيجهز لحاجة، وفي اللحظة دي جيسارمي بيغضب وبيظهر سهام كتيرة جدا وبيهجم على كل النسخ، بس في نسخة بتفعل حاجز حواليها. وبوم جيسارمي بيروح له وبيمسكه وبيقول اذا انت الحقيقي. بس لا يا معلم، دي مجرد نسخة، ولويد عمل الحاجز عشان يتوهه مش اكتر. يا ابن اللعيبة يا لويد. وبيتعصب جيسارمي اكتر وبيستمر بالهجوم بوابل كبير جدا من الرماح، ومع ذلك مش قادر يلاقي لويد الحقيقي. وبيكون لويد مستخبي وبيتفادى اي رمح بيجي ناحيته وبيقرب من جيسارمي اكتر. وبنعرف ان سيف لويد ده عنده قدرة ان هو يضاعف السحر او يحلل اي قدرة بيسيبها، وده بقى اللي عايزه لويد. وجريم بيقول مستحيل، انت عايز تحلل سحر الانتقال الاني، السحر الاخطر على وجه الكرة البشرية؟ انت مجنون يا لويد، استسلم استسلم واهرب، مستحيل الوحش ده يموت. بس لا، ده لويد. وجريم بيقول لويد هو الوحيد اللي هيقدر على جيسارمي لأنه هو الأقوى في العالم. وفي تلك اللحظة لويد بيحلل سحر الانتقال الآني وبيدخل في العقل الباطن لجيسارمي، وأوبا بيشوف الشفرة الكاملة لسحر الانتقال الآني وبيقول دلوقتي فهمت. وفجأة بيخفي كل النسخ وبيظهر قدام جيسارمي. وجريم بيقول في ايه؟ بتعمل ايه يا لويد؟ وجيسارمي بيضحك وبيقول اخيرا ادركت ان انت مش هتعرف تهزمني. فلويد بيقول له لا، دلوقتي هتعرف مين اللي مستحيل يهزم التاني. وبيظهر قدام جيسارمي بسرعة مرعبة وبوم بيسيبه في بطنه بضربة مرعبة جدا، وبيكون بيستخدم اسلوب الكي. بس الصدمة الكبرى ان لويد هجم على جيسارمي في المكان اللي هو انتقل ليه. لويد خلاص كشف السر وبيقعد وبيقول لجيسارمي وريني بقى تقدر تعمل ايه، خلينا استمتع شوية قبل ما اموتك. اوبا لويد بيدشمله حرفيا وجيسارمي بيتعصب جدا. ولويد بيقول له صحيح، انت فاكر جيد قالك ايه قبل ما يموت؟ وبيفتكر وبيكون قال له هتخسر 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 يا جيسارمي. وجيسارمي بيغضب جدا وبيكون هيخلق كل قوته، وبوم لويد بيديله واحدة بالرجل بيطيره بعيد. ومش بس كده، بيكمل عليه وبيديله الضربة الأولى في التانية في التالتة وفشخه حرفيا. وجيسارمي بينتقل لمكان تاني بس من غير أي فايدة. بوم لويد بيظهر قدامه وبيسيبه بقوة، وجيسارمي بينتقل لأماكن كتير بس كل ده في الفاضي قدام لويد. ولويد بيظهر قوته السحرية وبيهجم عليه بهجوم جبار جدا قادر على تدمير المملكة بالكامل. وجيسارمي مش عارف يعمل أي حاجة وبيقول ازاي مش عارف اعمل اي حاجة قدام الطفل ده. وخلاص الواد مش قادر يعمل اي حاجة، وبتخرج من لويد هالة مرعبة جدا وبيقول له ايه خلصت ولا ايه؟ فجيسارمي خلاص بيجيب اخره وبيخرج اقصى قوة عنده وبيقول الفرق الأكبر ما بين الشياطين والبشر هو إننا عندنا قوة سحرية ما بتخلص. وبيظهر سحر جبار جدا وبيكون هيدمر المملكة بالكامل. تفتكر يا صديقي إن ده ينفع قدام الأسطورة لويد؟ لا والله. وفي لمح البصر لويد بيرفع إيده وبوم بيختفي كل سحر جيسارمي. أوبا صدمة نزلت على جيسارمي كالصاعقة، مش مصدق ازاي ده اقوى سحر تدميري في العالم. فلويد بيقول ايوه ما انا عارف، ما انا بقدر اعمله برضو بس اقوى شويتين. وجريمي كمان مصدوم ومش مصدق جبروت لويد. وفي اللحظة دي بيظهر جيسارمي ورا لويد وبيمسكه. صدمة بكل المقاييس. لقد شاهد جيسارمي الهالة والسحر الاكثر رعبا على مر تاريخ البشرية. وجريمي مش مستوعب، اول مرة اشوف الكم الهائل ده من السحر، ومش اي سحر، ده سحر مرعب جدا. وفي تلك اللحظة بيظهر لويد كرة الدمار بتاع جيسارمي بس بقوة واعداد مهولة جدا. ايوه هي دي عظمة بطلنا لويد، وبيهجم بيهم في نفس الوقت. وجيسارمي بينتقل بسرعة وبيهرب. بس هتروح فين بس؟ اكبر غلطة عملتها في حياتك انك اتحديت البطل لويد.
ومن الناحية التانية البرتو والبابي خلصوا على الشياطين، وبيقول المفروض الشمس اشرقت من بدري، ازاي الدنيا لسه مظلمة؟ وبيبصوا للسما، لا دي مش ظلمة الليل، ايوه دي ظلم قوة ورعب بطلنا لويد. وجي سرمي خلاص بيودع وبيزعق بعلو صوته، اقتلوا الوحش المرعب لويد. بس مين بس اللي هيقدر يعمل كده؟ وها قد تمت المهمة بنجاح، عظمة على عظمة والله يا ابني. وخلاص انتهت الحرب، والمملكة حكمت على نقابة المختالين بخدمة لويد مدى الحياة، وكلهم بيعيشوا في سعادة وأمان. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، واللي في التعليقات يا صديقي ايه رأيك في قصة النهاردة؟ واستنونا في ملخص الموسم التاني من لويد. وعايز اشوف تفاعل كبير جدا على الفيديو ده، علشان اقسم بالله تعبت فيه جدا، وده يعني اكيد باين عليه من صوتي. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك في القناة، وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واستنونا في فيديوهات اجمد واجمد، ويلا دمتم في رعاية الله.